طيب خلينا نروح لحته ثانيه، وطبعا دي بقى الحاجات اللي بتضحك بقى. امنع الضحك. هوب، امنع الضحك. يحدثونك عن القيم والمبادئ. والمبادئ يا ساده، المبادئ، ويطلع لك اسمه ايه، يقول لك المبادئ، ويقعد تلت ساعه يتكلم عن المبادئ، وهو نفسه ما بيعرفش اي حاجه عن المبادئ، ما شافهاش. كم تلاعب باللوائح وفقا لكل التقارير اللي بتقال، وفقا فين المبادئ يا ساده في الموضوع ده؟ موضوع الاعراض، بنتكلم على الانديه الثانيه، الانديه الثانيه بتخالف اللوائح. عندك اللائحه انك تطلع 6 اعراض، مطلعين 16 لعيب اعاره. بنتكلم على الاهلي، خلينا نتكلم بشكل واضح يعني مفهومه يعني. واللائحه بتقول 6. اهي صوره اهي قدامنا، ترانسفير ماركت، من ترانسفير ماركت 16 لعيب طالع اعاره. الشاشه مش من كترها مش عارفه تجيبه. اولا كده يا باشا، نادي المبادئ والقيم غصب عنك وعن اللي شبهك. ثانيا، الاهلي واي فرقه بيطلع له اعاره بيبقى في حاجه اسمها عقد ثلاثي. الثلاثي ده بيبقى بين الناديين واللعيب، ان هو يضمن ان هم يرجعوا لهم تاني. عشان اقول لك على حاجه، عشان ما توجعش دماغي، اسمع الكلام من عباس. علشان اللائحه بتقول انت ليك 30 لعيب في السنه، فقافل عليهم اللائحه وانه ليك 6 اعراض واستعاره 6 لاعبين، وان كبيرك تطلع 3 لعيبه النادي واحد في اعراض، فده كله بيزنق الانديه، فبتحاول تشوف طريقه ثانيه علشان خاطر تعمل ده. طب هل ده قانوني؟ ايوه انا هقول لك العقد الثلاثي بيتعمل ازاي وقانوني 100%. والزمالك عمل ده قبل كده، لو تفتكر الموسم اللي كان فيه دجله وراح اوباما وراح ما اعرفش مين، كل هؤلاء اللاعبين كانوا طالعين بعقد ثلاثي. انا بكلم حضرتك دايما بمعلومه، وما بطلعش غير لما يكون في معلومه. بس لما بلاقي ان حد بيلعب على الجمهور او ازاي، والجمهور يا عيني انا والله بيصعب على ناس كتير جدا، ازاي يبقى ده تحايل على القانون، مسابقه باطله، والناس تطلع هم سبب التعصب والفتنه والله. خلاص ما نقول الموضوع كامل مكمل، وللاسف ناس عندها المعلومه كامله مكمله ويقول الحته اللي هي ماشيه على هوا الجمهور او الشريحه اللي هو بيتعامل معاهم. بس انت هتعامل معاك احمد عبد الباسط، انا هديك الحته اللي هي مجرده ماليش علاقه بالوان، فهدي حضرتك المعلومه وحضرتك بعد كده ايه افرز بقى. فده هو التعاطي الثلاثي. تيجي تقول لي ما بيحصل يا عم ازاي؟ اقول لك مثلا بيراميدز فاكرين صفقه الجوله كانت اللائحه بتسمح لهم باعاره عدد معين من اللعيبه، فالصفقه دي كان فيها عدد اكتر من اللعيبه اللي بتنص عليها اللائحه من بيراميدز يروحوا لفين؟ لسيراميكا. قال لك وبعدين ما احنا هناخد الثلاث اربع لعيبه دول من بيراميدز، فراح بيراميدز وسيراميكا عاملين ايه؟ عاملين عقد ثلاثي بنفس الطريقه اللي حصلت مع قفشه والنادي الاهلي مع اسلام عيسى. بقت اللعيبه الثانيه راح اعارات، واسلام عيسى وقتها راح عقد بيع واستغناء من سيراميكا، وبعد كده تمت الصفقه. فهمت يا ابو جهل؟ وصلت ولا لسه؟ عايز ابو الغنادير انت كمان؟ اتفضل ارغي. اللائحه بتقول ان من حق كل نادي انه يطلع 6 لعيبه في الموسم، يطلع 6 لعيبه ويستقطب 6 لعيبه. فالنادي الاهلي من بدايه الموسم عمال يطلع لعيبه، والمواقع تكتب الاهلي طلع اعاره، الاهلي طلع اعاره، الاهلي طلع اعاره، وبيذكروا ده كل المواقع، ومحدش خد من المواقع دي انه يتكلم في هذا الموضوع ابدا، يعني كان في خوف او رعب من الكلام في الموضوع دوت. فالطبيعي ومنطقي انت كمحرر رياضي او كصحفي رياضي او كصاحب موقع، اما تلاقي انت نفسك بتكتب في الموقع بتاعك كل شويه يقول لك ايه 25 و2 اعاره، 25 و3 اعاره. طب ماشي تمام، طب لازم تعمل تحقيق في الموضوع ده، تقول ازاي النادي الاهلي بيقول هذا الكلام. مفيش فايده. تحقيق يا ابو الغنادير. انا لسه شارح لاخوك اللي لغبه منك من شويه. مش عارف اقول لكم ايه تاني.